يا مساء الورد، ازيكم؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى مسقعه. حبيت ادلعها كده بشويه ديكوريشن فاخضرت معايا بزياده، بس هي تحفه. معايا بتنجانتين رومي او اي بتنجان يكون موجود عندك، واحده اتنين تلاته براحتك. وكمان معايا فلفل رومي وفلفل سبايسي. هنقطع بقى البتنجان بالطريقه اللي كلنا عارفينها. وحتى لو ما بتعرفيش تقطعيه، قطعيه زي ما انت حابه تقطعيه، يعني دواير، مكعبات، مربعات، المهم تقطعيه وخلاص. وهو كده كده هنحمره وهنعمل بيه المسقعه. انا بقى هقطعه حلقات زي ما انتم شايفين كده، والحلقات بتاعتي ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، علشان يعني ما تتحرقش مني وتبقى حلوه كده معايا وانا بعمل المسقعه. وتعالوا بقى واحنا بنقطع البتنجان والفلفل هقول لكم على اصل اكله المسقعه. المسقعه دي ليها اسامي كتير قوي، منها المسقعه ومنها المغموره ومنها التبسي زي ما بيقولوا كده عليها في العراق. وفي بلاد بتعمل المسقعة بالبتنجان، وفي بلاد تانية بتعمل المسقعة بالبطاطس. وطبعا احنا كلنا عارفين ان المسقعة دي من الاكلات المصرية الاصيلة، وفي ناس كمان بيقولوا ان هي من الاكلات الشامية، لكن هي ولا طلعت كده ولا طلعت كده. المسقعة اصلها يوناني او تركي، واتنقلت لينا من هناك مع الحكم العثماني لمصر. والمسقعة في مصر والسعودية وفلسطين اسمها مسقعة، وفي سوريا اسمها المطبق، وفي لبنان وفلسطين بيضيفوا عليها كمان حمص. يعني الباذنجان أو البيتنجان زي ما بنقول عندنا في مصر هو المكون الأساسي للمسقعة. وفي بلاد بتحط مكونات تانية مختلفة عننا شوية، زي مثلا اليونان بيحطوا للمسقعة جبنة ولبن وخيار. مش عارفة هيبقى طعمها ايه، بس هي برضه مسقعة. وفي الآخر حابة أقول لكم إن برضه مفيش زي المسقعة المصرية، طعم كده وريحة مفيش مسقعة زيها. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من حصة تاريخ المسقعة، ويلا بقى بينا نرجع المطبخ تاني علشان نعمل المسقعة. وزي ما انتوا شايفين كده انا قطعت الفلفل، قطعوه زي ما انتوا تحبوا تقطعوه. ويلا بقى بينا علشان نبتدي التحمير. هنحط شوية زيت كده حلوين، وهنحمر بقى البتنجان بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين وانا بقطع البتنجان طبعا رشيت عليه ملح عشان المفروض ان هو ما يشربش زيت، بس البتنجان كده كده مهما عملنا له برضه بيشرب زيت. ففي بقى طرق صحية بتقول ان البتنجان عشان ما يشربش زيت بقى ويكون مضر، يعني ان هو بيشرب زيت كتير، ان احنا بنرش عليه زيت خفيف جدا وبنشويه في الفرن. لكن بصراحة انا بحس ان المسقعة احلى حاجة فيها ان البتنجان يكون مقلي. هنقلي بقى كل البتنجان اللي معانا وكمان الفلفل ونرجع نشوف هنعمل ايه.
وكده نكون قلينا شوية بتنجان وفلفل. هكمل بقى الباقي ويلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. هنجهز بقى المسقعة. انا معايا بصلاية صغننة يعني وسط كده، وتلات طماطميات، وفلفل سبايسي. هقطع بقى البصل جوليان او حلقات. هقطع كمان فلفل سبايسي، وده طبعا على حسب الرغبة، يعني ممكن تستغني عنه وتستكفي بالفلفل الرومي اللي احنا حمرناه مع البتنجان. وكمان هقطع الطماطم حلقات. وفي نفس الطاسة بتاعتنا اللي احنا حمرنا فيها البتنجان، بس بقلل الزيت شوية، هحمر بقى البصلاية بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم ان البتنجان كده كده بيشرب زيت، فانا مش عايزه طبعا ازود كميه الزيت، فهقلل الزيت خالص ان انا هحمر فيه البصل. يا دوب كده معلقه او معلقتين كبار زيت بس مش اكتر. ومع البصل هحط معلقه كبيره من الثوم المفروم، تقريبا كده 4 5 فصوص ثوم كبار يكونوا مفرومين، وعليهم معلقه كبيره من صلصه الطماطم الجاهزه. وهقلب بقى البصل مع الثوم مع الصلصه كده لحد ما ريحه الثوم والبصل تطلع معايا. هنزل بقى بالطماطم والفلفل السبايسي، واقعد بقى اديهم تقليبه كده او تشويحه خفيفه. حسيت ان صلصه الطماطم قليله شويه، فهحط معلقه كمان. وعلشان الصلصه تفك معايا هحط شويه ميه صغيرين جدا، وهسيب بقى كله يتسبك مع بعض. وكده الطماطم بتاعتنا بتكون استوت وكمان الصلصه اتسبكت. نحط بقى التوابل: معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه من البابريكا، وتقريبا معلقه صغيره من الملح. ونقلب بقى كله مع بعضه، وبعد كده نحط البتنجان. وزي ما انتوا شايفين البتنجان نزل كمية من الزيت اللي كان مشربه، علشان كده قلت لكم ان احنا ما نحط الزيت كتير. وكده المسقعة بتكون جاهزة معانا ومية مية. نحط بس كده رشة من الكزبرة الخضراء، وكله بقى احلى مسقعة. ولا تقولولي بقى يونانية ولا تركية. شايفين طبق المسقعة وجماله مع شوية جرجير كده؟ احلى اكلة ممكن تاكلوها. اكلة سهلة وبسيطة، ويعني مش مكلفة قوي، وفي نفس الوقت طعمها روعة. انا جربت المسقعه بطرق كتير، بس دي احسن طريقه انا جربتها. اتمنى ان انتوا تجربوها وباذن الله هتعجبكم. وفي نهايه الفيديو بقى، وزي كل مره بقول لكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناه بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول ما انزلها. وبس كده، سلام، واسيبكم بقى علشان اكل المسقعه.